صحابي، ازيكم؟ الاخبار؟ تعالوا بقى نجرب من اكتر الوصفات الترندي وهي الايس كريم بايتس او الجريك بايتس. تعالوا بقى نشوف هل هي تطلع تيستي ولا ويستي. عملتها لكم بثلاث اطعمه مختلفه. تعالوا بقى ندوق ونشوف هل هي تستاهل ولا لا. وما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين الوصفه اللي جايه تكون عباره عن ايه. وطبعا مين فينا ما شافش الترند الفظيع ده، وكلنا بقى قعدنا نتخيل هيبقى طعمه عامل ازاي. تعالوا بقى نجربه ونشوف. انا هستخدم هنا الكيوي والبطيخ والفراوله. اول حاجه هستخدم بقى الكيوي. هبدا طبعا ان انا اجيب 3 حبات من الكيوي وابدا ان انا اقشرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تستخدموا اي اطعمه انتوا حابينها. انا مره استخدمتها كانت مفرزه، الفراوله كانت مفرزه والباقي كانوا عاديين. بس صراحه كل ما تكون مفرزه كل ما بيدينا القوام بتاعها بيكون احلى. هبدا بقى ان انا اقشرها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هتبقى جاهزه معايا ان انا اشتغل فيها. هبدا بقى اجيب الكيوي واقطعه لمربعات صغيره، علشان هبدأ بقى ان انا احطه في البلندر واعمله بلندنج لحد ما اوصل للقوام بتاعه يكون قوام كريمي شوية، مش عايزاه يكون سائل. بس قبل بقى ما اعمله بلندنج هبدأ بقى اجهز هنا الزبادي بتاعي. انا استخدمت معلقتين كبار من الزبادي، وهبدأ بقى ان انا احط الكيوي اللي انا قطعته في البلندر واعمل له بلندنج بقى كده على خفيف، مش عايزة اخليه مية قوي. وطبعا قطع معايا، بس هوريكم بقى هنا وانا بعمل البطيخ بنفس الطريقه. انا استخدمت بطيخ ما كانش مفرز، استخدمته كان طازه عادي، بس تقدروا تستخدموه مفرز هيديكوا القوام بتاعه يكون احلى. هبدا بقى ان انا احطه واعمل له بلندنج كده بسرعه. وده كده القوام بتاعه، ويستحسن ان انتوا تبقوا حاطينه مفرز شويه عشان القوام بتاعه يكون اتقل. هبدا بقى اعمل نفس الخطوات، هجيب الزبادي وابدا بقى ان انا احطه كده معلقتين كبار من الزبادي، وبعدين هبدا انزل عليه بقى بالخليط بتاعي بالتدريج لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه. انا هنا استخدمت الكميه دي، وبدات بقى ان انا اقلبهم كده في بعض. طبعا تقدروا تستخدموا الزبادي اليوناني او الزبادي العادي، بس الزبادي اليوناني هيديكوا قوام اتقل شويه. علشان كده قلت لكم ان انتوا تستغنوا عنه بان انتوا تبقوا مفرزين الفاكهه. هبدا بقى ان انا اقلبه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه او للون اللي انا حباه كمان. وبعدين هبدا بقى اوريكم هنا الطريقه اللي عملت بيها الفراوله، ودي كانت احلى طريقه لان الفراوله كانت مفرزه. وهبدا بقى انا احطها واعمل لها بلندنج، اجيب الزبادي بتاعي وبعدين احطهم فوق بعض زي ما احنا عملنا في الطريقه. لو لاحظتوا هتلاقوا هنا القوام بتاعه اسمك شوية، وده هيبقى سهل بالنسبة لي وهيبقى مخلي الخليط بتاعي يكون اتقل شوية من خليط البطيخ. هبدأ بقى ان انا احطه كده وانزله عليه. بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اعمله بلندنج يعني برضو بستخدم واحدة واحدة علشان اوصل للاخر للقوام اللي انا حباه او للون اللي انا حباه. وهبدأ بقى ان انا اعمل لهم بلندنج مع بعض، ولو احتجت هزود تاني. ولحد دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا محطناش اي مادة تسكر القوام بتاعي او تديله طعم كده، فهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنا خلصت كده التلاتة زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا احط هنا العسل. تقدروا تستخدموا اي محلى انتوا حابينه. انا استخدمت العسل على الفراولة وعلى البطيخ لان انا بحب المزازة بتاعت الكيوي فما حطيتش عليه. تقدروا بقى تحطوا اي حاجة انتوا حابينها علشان تخلي لكم الطعم يكون لذيذ. تقدروا برضو في الوقت ده ان انتوا تدوقوها علشان تبقوا عارفين الطعم بتاعها هل كده مظبوط ولا محتاجين تزودوا حاجة تاني. هنا بقى بدأت احطه كده على الخليط وهو ساقع وقلبته لحد ما داب فيه كويس قوي، واتأكدت ان هو دخل فيه كويس ودقته وكان كده بالنسبة لي مظبوط. وكده ابقى خلصت التلاتة. تعالوا بقى في الخطوة اللي جاية وهي الخطوة المهمة. انا هنا استخدمت لون طعام عشان اميز البطيخ شوية، زودت له لون طعام احمر، بس دي حاجة اختياري عادي مش شرط تعملوها. هبدأ بقى ان انا اجيب ورق زبدة ونبقى متأكدين ان ورق الزبدة ده نوعه كويس قوي ومش هيلزق عليه الخليط. وابدا بقى ان انا احطه بالشكل ده. طبعا حطوه بالشكل اللي انتوا حابينه، انا عملته على شكل دواير كده عشان تبقى بايتس. وكل ما تستخدموا صينيه تكون مسطحه كل ما تساعدكم اكتر. انا الصينيه بتاعتي ما كانتش مسطحه قوي، فكان الى حد ما ممكن حاجه تميل على حاجه، بس عادي مفيش مشكله. هنبدا ان احنا نحاول نخليهم بعاد عن بعض علشان كل واحده تبقى بايت لوحدها. ممكن بقى تلعبوا بقى في الحتة دي، تعملوا ميكس تحطوهم على بعض، تحطوا طعم على طعم تاني. بصوا العبوا في الطريقة اللي انتوا عايزينها. انا هنا عملت ميكس ما بين الفراولة وما بين الكيوي وجربتها وكان طعمها برضو لذيذ قوي. هبدأ بقى ان انا احط هنا البطيخ على جنب لوحده.
زي ما قلت لكم ممكن تعملوا عادي ميكسات مع بعض، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، وهحط لكم فوق هنا بقيه سلسله تجارب تيستي اور ويستي، وقولوا لي هل تفتكروا التجربه دي تطلع ويستي ولا تيستي كده لحد ما نشوف اخر التجربه. هنسيبها ليله كامله، وده كده شكلها بتطلع بكل سهوله، بس اهم حاجه ان يكون ورق الزبده نوعه كويس. وده شكل البايت، تعالوا نشوف بقى طعمها هيبقى عامل ازاي، وطريقه القطم بتاعها سهله جدا. تعالوا بقى نشوف الريفيو بتاعي. انا هبدا اجرب اللي هي بطعم الفراوله. بصوا هي كبايت هي حلوه قوي تمام، بس هي بتسيح بسرعه عامه، فتعالوا بقى نجربها ونشوف. طب تعالوا بقى نجرب طعم تاني بقى ونشوف. قبل ما احكم هجرب بقى طعم البطيخ. طيب كتجربة هي حلوة بس مش قوي الصراحة، طعم البطيخ كان طعمه احلى شوية، بس كتجربة الصراحة مش هجربها تاني، فحاساها ممكن تطلع نقدر احنا نقول عليها ويستي. وبس كده قولولي تحت في الكومنت ممكن تجربوها ولا